العلماء والفلاسفة من زمان بيفكروا في العقل. سقراط قال اعرف نفسك، يعني لازم تفهم دماغك شغالة ازاي، واصحابه افتكروه شارب حتة ب200. بعدها افلاطون جه وقال العقل هو القائد، هو اللي ماسك الضفة، والكل قال تمام. لحد ما ظهر فرويد وقال لهم الشارع اللي وراه. العقل متقسم ل3: الهو والانا العليا. يعني في جزء بيقول لك كل دلوقتي، وجزء تاني بيقول لك استنى شوية، وجزء تالت بيقول لك اعمل الصح. فرويد كان بيدور على سبب ليه دماغنا دايما محتارة بين الشهواني والعاطفي والمفكر. واحد متسرع يقول لي يا حلواني، طب العقول ال3 دول مكانهم فين؟ اقول لك موجوده فين؟ في جمجمه عزيز المفكر. العقل العاطفي ساكن في النظام الخوفي، الليمبك سيستم، اللي بيدير مشاعرنا. لما تتنرفز وتطلع راسك من الشباك وتشتم للي كسر عليك بعربيته، ده شغل العاطفي. اما العقل الشهواني ساكن في دماغك السفلي، بيشغل باله بالاكل والشرب، وبعد الاكل بيقول لك فين الزوجه. واخيرا العقل المفكر في الفص الامامي زي البوصله، هو اللي بيخطط ويحلل بس بطيء زي ما قلنا.